البول السنجاري لما بيكون حجمه كبير انا بعمله احيانا في السيلفر بالطريقه ديت كده، بالخلطه بقى والتتبيله والصوص اللي يخليه بالشكل ده كده. قرب شايف؟ الله، يا سلام على الجمال. عملناه ازاي؟ ابدأوا معايا الاول بذكر الله والصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. البوريايه قريبة من الاتنين كيلو، قشرتها كده وبعد كده قصقصتها وفتحتها سنجاري وشلت السلسلة ونضفتها وغسلتها كويس. بعد كده بتتبلها تتبيلة برضو كاملة، والتتبيلة تكون محيطة بالسمكية كده من الداخل ومن الخارج. التتبيلة الصفرة الجميلة ديت اللي بتطعم اي سمكية معايا، فيها فلفل الوان، التوم، الملح، الليمون، شوية زيت، وبنحط البهارات اللي موجودة عندنا: كاري، بابريكا، شطة، كمون، كزبرة، سنة فلفل أسمر، ومعلقتين خل. كله في الخلاط وتبل أي سنجاري بالشكل ده كده. السنجاري على سيلفر طريقة حلوة وسهلة الكل يقدر يعملها في البيت. هنقطع البصل والفلفل والطماطم ونجيب السيلفر ونحط الخلطة فوق السيلفر، وبعد كده السمكاية، وهنضيف الخلطة في قلب السمكاية ونلونها بالصوص الأحمر، صلصة وعصير طماطم، ونلف السيلفر ونسويها. طيب في خطوة حلوة جدا للسمك الكبير ده بالذات: التتبيلة الأول، وبعد كده أدخل السمكاية تقرب تحمر أطلعها وأديلها الصوص ده كده وأضيف الخلطة، وبعد كده برضه ندخلها الفرن تاني، الصلصة تنشف وتحمر والخلطة تستوي. ودي الطريقة حلوة لو عندنا وقت نعملها، مفيش يبقى الخلطة مع الصوص ونلف السيلفر حوالين السمكاية بشكل محكم وعلى شكل مركب بالشكل ده، على شبكة أو في صينية، وندخل السمكاية الفرن تاخد وش وتستوي. طيب لو في صينية يا جماعة هنعمل فيها السنجاري بسيلفر، نضيف شوية مية في قلب الصينية عشان السيلفر ما يلزقش في الصينية ويتحرق مننا. ان شاء الله في الايام القادمة هنعمل برضو البوري سنجاري في صينية ونزود فيه مية، وهوري لكم الطريقة دي اتعمل بإذن الله. طيب بعد ما استوت جوه سويتها فوق ظهر الشواية، وهو ده اللون المطلوب. والتاني ده اسمه سنجاري على شبكة او مسكوفي مش متقشر، يعني من غير سيلفر. في فرق كبير بين ده وبين ده. طبعا التاني ده انا عملته كتير، والنهارده بعمل لكم السنجاري او البوري سنجاري على سيلفر. بعد ما خدت اللون الجميل ده كده هنزود برضه الطعامة والجمال والحلاوة بشوية خضرة وشوية خضار مشكل كده مشويين على الجريل، فلفل الوان مع جزر مع كوسة وعصرة ليمون. وان شاء الله لو عجبتنا الطريقة نشاركها للغير. وبالله عليكم ما تنسوا اللايك الجميل وبصوا على الجمال. الله، يا سلام على الشكل وعلى الروعة وعلى الطعم. حاجة حلوة قوي، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. دعواتكم لنا، ما تنسوش اللايك وخلوا كل الناس تستفيد. شاركوا لهم الطريقة ديت واعملوا خير ان شاء الله. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وان شاء الله نعمل السنجاري قريبا بإذن الله بكل أسرار. وانتظرونا، نشوفكم على خير. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.